يحكيوا على راجل زمان شتا والحال اي النار، وجا شتا كاسح، وفي الدار تخصوا في الحطب باش يطيبوا ويحميوا الطابونة ويعمروا الكوانن. هز على زايلته وطلع للغابة، ناوي يلقى شي بعض الشجرة شايحة يكسرها ويعبي حمل الحطب يروح بيه للدار. في الثنية يشوف فيها الدالية زاهية في أوراقها كأنها في الصيف. هو يقرب لها وهو يتعجب كيفاش دالية بورقها في جنب اللصم. حتى وصل لها يلقى الخمال متاعها نودك ولا نشهيك، عنب مهندل مسكي رفرافي العنقود بشارية. قعد يتوحد للباري فيما يخلق، فيها العنب اللي من غير فصل، وفيها الولدة اللي والدتها الدالية، ما يعبي أحمل الجمل. ولا بطل من الحطب وقص هاك العناقد هذمكا، عبى بيهم الحمل وروح بيه للدار. المرأة منين هذا؟ قال لها هو كعنب من غير فصل، لقيت دالية في الغابة. قالت له عاد جايبه لهوني وسكت؟ قال لها مالا نعم بالراحة. قالت له برا باش يهزوا هدية للملك، لازم تو يجازيك. ما تعرف الملوك ما هم يحبوا الغلة من غير فصل، بالك يمدكش كيس ب500 محبوب نستغنى. قالها والله قلت الحق في هالدبارة يا بنت الناس، الله لا ينكبني فيك، هذه والله ما جات البالي. واختار عنقود مهم، ارماه في المخلة وخرج ندى بالسرايا. شدته العسل في الباب، لا باس يا بابا، شكاي ولا شاي ولا هدية ولا ثم؟ قال جبت لسيدنا هدية. شاوروا، قال طلعوه. اطلع في الدروج ومعين في جنبه، المجلس منصوب والملك قاعد ووزيره على جنبه والدايرة، زوز عدول حالين فطرهم وقاعدين، السياف واقف وشاكريته في يده. ادخل هو قدم وخر اعطاك السلطنة. قالوا لا بس عليك يا ولدي. قال له يا سيدي جبت